كيكة البركان المخملية ليه سميتها كده؟ لأنها عاملة زي القطيفة كده ورهيبة، والصوص بينزل كده زي البركان بيسيل عليها في منتهى الجمال، وطعمها في حتة تانية خالص. لازم تجربيها. بصي هي طرية جدا جدا ودايبة دوب، ولازم تجربيها بجد، حلوة قوي وهتعجب الولاد جدا جدا. وشخصيا انا حبيتها اكتر من الولاد يعني. مش عايزه اقول لك ما قعدتش بالليل والله. فعلا كيكه طعمها في حته تانية خالص، وهي نفسها جميلة جدا. أول حاجة هنجيب بولة كده وننزل فيها بعدد 4 من البيض. ولو أول مرة بتشوفيني، أنا اسمي أمنية ودي قناتي، وأتمنى تشتركي في القناة وتفعلي زر الجرس عشان يوصلك مني كل جديد، وما تنسيش تصلي على النبي. هننزل كمان بظرفين من الفانيليا. لو عجبك الفيديو اعملي لايك وسيبي تعليق حلو زي كده يا ست الكل. وبعد كده هننزل عليها بنص معلقه من الخل. طب الخل فايدته ايه؟ الخل هنا مش عشان زنخه البيض، على فكره الخل اصلا انا ما بحسوش ان هو بيضيع الزنخه، لا بالعكس. بس هو بيخليها تبقى هشه كده ولذيذه قوي. وان انت تحطيه مع البيض فكرته طبعا مفيده جدا جدا يعني، والا ما كانوش قالوا لنا عليها. واقول لك على حاجه، الخل تقدري تحطيه في المخبوزات او المعجنات برضو كمحسن جميل جدا جدا جدا. هنبدا نضرب البيض كده. انا طولت عليكي بس وانا بقول لك المعلومات دي، معلومه كده الواحد يعني ادينا بنتعلم من بعض. هتربي البيض بالمضرب السلك او المضرب اليدوي. وبعد كده هتنزلي عليهم بحوالي كوبايه الا ربع من السكر، وسكر عادي مش سكر بودره. عايزه تستخدمي سكر بودره براحتك، بس احنا هنا هنستخدم سكر عادي. هنستمر في الضرب واحنا بننزل السكر كده واحده واحده لحد لما السكر بتاعنا يدوب. على قد ما تقدري اضربي كده. انا عارفه انه ممكن تعملي الخطوه دي بالمضرب الكهربي عادي، بس انا هنا يعني مش عايزاكي تشغلي بالك باي حاجه، تقدري تعمليها في اي وقت. هنجيب بقى برضو كوبايه الا ربع من الزيت، نفس الكوبايه هتستخدمي بيها. وبرضو هنقلب. والله ما كان في احسن من كيكه زمان، كانت ماما بتعملها لنا من غير ولا مضرب كهربا ولا حاجه، كان بالمضرب السلك او بايديها كمان والله. الله يرحم زمان، وليالي زمان كانت جميلة. لحد لما يبقى فومي كده معاكي وتحسي ان لون البيض افتح، هنبدأ ننزل بقى بكوباية من الدقيق. وهننزل على الكوباية دي بكيس كامل من الكيك شيف او البيكنج باودر. وبعدين هنضيف كوباية كمان من الدقيق. يعني ما تحطيهاش كلها الا ما تقلبي. تمام. احنا برضو لسه هنا ما استخدمناش بقى اي بقية الادوات بتاعتنا، بس احنا ايه، المكونات سوري بتاعتنا. هنقلب بقى بالراحة كده خالص عشان البولة دي طلعت صغيرة. فاحنا هنقلب واحدة واحدة كده لحد لما كله يتجانس مع بعضه. انتي طبعا تبقي عاملة حسابك في بولة اكبر، لان انا بصي هنا البولة بتاعتي طلعت صغيرة ولسه بقى هقلب في بولة تانية. انتي مش غريبة يعني. والله يا بنات الجو فظيع. هنجيب بقى الحليب. انا حسيت ان هي ايه لسه محتاجة شوية حليب، هننزل بالحليب. هنستخدم كوباية من الحليب. هنا انا ما خدتش الكوبايتين كلهم، انا هنا خدت كوباية الا من الدقيق. تمام اهو. لسه هنكمل. شفتي بقى، واحدة واحدة. ما تحطيش الدقيق كله مرة واحدة. وهنجيب بقية اللبن بتاعنا ونحطه في البولة، ونقلب الكلام ده كله. ونجيب بقى صينية مبطنة. الصينية عندي هنا مقاس 22. الصينية دي مقاسها 22، صينية مبطنة بالزبدة أو بالزيت. وبعد كده هنبطنها بالدقيق. وهننزل بقى الخليط بتاعنا كله. ونكون قبل كده مشغلين الفرن على درجة حرارة 180 أو 170. نديها خبطة كده ونمسح بس عشان نشوف فيه هوا ولا لأ. وهندخلها الفرن، هتاخد حوالي من 20 ل 25 دقيقة. هنا أنا مستخدمة صينية ألمونيوم. لو أنت حضرتك بتستخدمي صينية نوع تاني ممكن تاخد معاكي وقت أطول. طيب أنا عايزة أقولك على حاجة بقى. إحنا هنا خلاص طلعناها، علشان أنا هنا للاسف الصوص ما تصورش. طب انا هقول لك على الصوص وطريقته واحنا شغالين كده مع بعض. شايفه الصوص قوامه عامل ازاي؟ الصوص ده في حته تانية خالص. كوبايه من اللبن البودره، وعليها نص كوبايه او يعني اكتر من النص شويه من اللبن الحليب. وهنضيف عليهم معلقه كبيره من الزبده، وهنضيف عليهم نص كوباية من السكر. وهنضربهم في الخلاط، وهيدينا الصوص بتاعنا ده صوص رهيب. رهيب بجد، أحلى مليون مرة من الشوكولاتة أو أي صوص أنت جربتيه. جربي الصوص ده هيعجبك قوي. بعد كده هنصب الخليط بتاعنا ده، هنسيبه يرتاح شوية. هنعمله طبعا في خلاط قبل ما ندخل الكيك الفرن. بس طبعا انا هنا أصل الخطوه دي ما صورتهاش عشان انا عملت معاكم قبل كده الصوص ده كتير.
هنبدأ بقى نحطه كده فوق يعني نسكبه فوق الكيك. الخليط ده رهيب يا بنات، رهيب والله العظيم، جربيها هتعجبك وتعجب الولاد، وهي هشة وطرية جدا، ومش محتاجة ان انت ولا تسقيها بلبن ولا تعملي فيها اي حاجة. هو اصلا لبن منه فيه، بجد جميل جدا جدا. ولو عجبتك الوصفة ما تنسيش تصلي على النبي، علشان كده نزود من الصلاة على النبي. كل اللي يدخل يا جماعة ما ينساش يصلي على النبي في التعليقات، كلنا ناخد ثواب. وجزاكم الله خير الجزاء لو انتوا وصلتوا لحد هنا، اشكركم جدا جدا. وما تنسيش وانت واقفه في مطبخك صلي على النبي كتير عليه افضل الصلاه والسلام، واستغفري على قد ما تقدري علشان حياتك تكون مليانه بركه. ربنا يا رب يبارك فيكم وفي عمركم. بشكركم جدا جدا كل الناس اللي وصلت معايا لحد هنا، بشكركم وجزاكم الله خير الجزاء، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.